سمعت صوت الباب المعدني بتاع المطبخ بيتفتح بإيديه. كانت هدى طالعة من المطبخ، لقيتها بتقولي آدم اعملها، يلا بسرعة اخلص منه. ساعتها رفعت السكينة لفوق، وقبل ما انزلها عليه لقيتني بسأل نفسي هل فعلا هموته؟ وهدى بإصرار كانت بتقولي يلا موته، اخلص منه بسرعة، خلي عندك الشجاعة اخلص منه. وقبل ما السكينة تنزل عليه لقيت باب المطعم بيفتح والشرطة بتدخل بسرعة، وجه الظابط ووجه مسدسه عليا وقال لي اسيب السكينة وابعد بسرعة. ولقيت هدى بتصرخ وبتقول للظابط ده معاه سكينة وبيحاول يقتلني. ساعتها ضرب اتضربت عليا رصاصة من مسدسه، ما حسيتش بأي حاجة وطبيت سكت على الأرض، والسكينة وقعت جنبي وكنت بنزل ودمي بقى في كل مكان. وقبل ما أفقد الوعي لقيت الراجل الملثم قام وجرى ناحية هدى. فكرته رايح يهاجمها، لكن الصدمة إنه حضنها وضمها ليه. الأغرب إن هي كمان حضنته وحطت راسها على صدره، وكأن أنا المجرم اللي كان بيهاجمهم هما الاتنين. وطبعا الضابط قال لي ما تتحركش من مكانك. ساعتها حاولت أفهمه إن هو القاتل مش أنا، وإن دي حبيبتي أنا مش العكس. هدى بلغتهم إن كنت مرتبط بيها زمان وانفصلنا، وإني اتجننت وبحاول أنتقم وهاجمتهم هي وصديقها. مش بس كده، كمان قالت لهم إن أنا اللي قتلت العامل جوه المطبخ. طبعا كل حاجة حصلت قدام الشرطة بتثبت صحة كلامها، حتى السكينة كانت في إيدي أنا. اتسجنت بتهمة قتل وغيره من التهم اللي ورطتني فيها. أكتر إنسانة حبيتها في حياتي، واللي بقيت أكتر واحدة بكرهها في حياتي. أنا بحكي لكم قصتي وأنا في السجن اللي مش هخرج منه تاني، ولحد يومنا مش عارف إيه اللي خلاها تعمل معايا كده.